الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ووسيلتنا إلى الله وغياثنا وغياث هذه الأمة، رسول الله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، تحدثنا في المقطع السابق حول الاستغاثة بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم من قبل الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، حينما استغاث سيدنا بلال بن الحارث بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، فذهب إلى قبر النبي وخاطبه وقال: يا رسول الله، أصابنا القحط، وكان ذلك في خلافة سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه. فجاءه النبي صلى الله عليه وآله وسلم في النوم وقال له: اذهب إلى عمر وأخبره بأن يفعل كذا وكذا. ماذا فعل؟ أخبره بصلاة الاستسقاء، أن يستسقوا بسيدنا العباس. فدل هذا الحديث على جواز الاستغاثة بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته وبعد انتقاله، وأنه صلى الله عليه وآله وسلم يسمعنا ويجيبنا ويغيثنا حينما يصيبنا أي شيء، أي كربة تصيب المؤمن. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد قال لنا: من فرج عن مؤمن كربة، يعني أنت يصح في حقك أن تفرج كربة أخيك، فما بالك بسيد الكون صلى الله عليه وسلم الذي جعله الله مفرج كرب المكروبين، عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. بل الصلاة على رسول الله فيها تفريج الكرب، الصلاة على رسول الله، فما بالك الاستغاثة بمن تصلي عليه صلى الله وسلم عليه وعلى آله. قلنا: جاءه سيدنا النبي وأخبره بأن يفعل كذا وكذا، وهذا ما يحدث حينما يستغيث المؤمن بنبيه صلى الله عليه وسلم. يأتيه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ويخبره بأن يفعل كذا وكذا وينقذه من أي مصيبة أو قضاء حاجة كانت. الدلالة في هذا الحديث أو الاستدلال في هذا الحديث إنما في فعل سيدنا بلال بن الحارث أمام جمهور من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. ثانيا، في استجابة النبي وإجابة النبي صلى الله عليه وسلم لقضاء حاجة الصحابة وللكربة التي وقع فيها الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. في هذا المقطع سأتحدث عن رؤية الأرواح والتقاء الأرواح. فهناك كثير من خوارج السلفية الوهابية، هؤلاء المارقين من دين الإسلام، الذين لا حظ لهم من الدين ولا حظ لهم من الإسلام ولا حظ لهم من نور الإيمان. فخوارج السلفية الوهابية كونهم ينكرون مثل هذه الأمور، قلنا دلالة صريحة وواضحة على فساد ما هم عليه من الدين ومن الالتزام ومن الإسلام. وإنما إسلامهم إسلام الخوارج، إسلام الفرق الضالة، إسلام الفرق المبتدعة. حديثنا في هذا المقطع سيكون حول رؤية الأرواح والتقاء الأرواح، وهي حادثة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، حادثة الإسراء والمعراج. حادثة الإسراء والمعراج كلها أو أحداثها إنما هي عبارة عن روح الإسلام. فمن يتكلم في أرواح الأولياء والصالحين، أرواح الأنبياء، والتقاء أرواح الصالحين بالتقاء أرواح من هم في عالم البرزخ، كل هذا إنما هو من روح الإسلام، وهو تقوية في إيمان المؤمن. إذ المؤمن حينما يسمع مثل هذه الأمور يحاول جاهدا أن يكثر من طاعة الله، من ذكر الله تبارك وتعالى، حتى يرتقي بإيمانه إلى هذه الرتبة، وهي رتبة الإيمان ومرتبة الإحسان. ورؤية الأرواح إنما تأتي من مرتبة الإيمان فما فوقها، وهي مرتبة الإحسان. سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم معلوم كما في الأحاديث الصحيحة أنه أسري به ليلة الإسراء والمعراج، وصلى بمن؟ طبعا أسري بجسده وروحه، يعني أسري به بجسده وروحه عند جمهور السلف وجمهور أهل السنة. فصلى بمن؟ فصلى بأرواح إخوانه من الأنبياء والمرسلين. هنا التقى من هو في عالم الدنيا بمن هم في عالم البرزخ، بل وصلى بهم إماما. وهذا دليل يثبت يقينا فساد ما عليه خوارج السلفية الوهابية، الذين يحدثونك أن الموت عدم، أن الموت فناء، أن الموت خلاص، الميت إذا مات خلاص لا يسمع، لا يرى، لا يلتقى، لا ما أدري إيش. النبي هنا التقى بأرواح جميع إخوانه من الأنبياء والمرسلين وصلى بهم إماما. تعرف إيش معنى صلى بهم إماما؟ يعني قد يصلي المسلم المؤمن الولي الصالح بأرواح الصالحين.
قد يصلي بهم إماما. قد تلتقي الأرواح في عالم الأرواح وليس في عالم الأشباح. عالم الأشباح هو عالم الدنيا، عالم الأرواح كما يقال هو عالم المثال، فتلتقي أرواح الصالحين في عالم المثال. هذا عالم المثال لا يعلمه إلا من جالس الصالحين، من عرف الصالحين، من آمن بالصالحين بالأولياء، عرف حقيقة الدين وروح الدين. النبي صلى الله عليه وسلم التقى بأرواح إخوانه من الأنبياء والمرسلين وصلى بهم إماما، بل وتحدث معهم وخاطبهم وتكلم معهم وسلم عليهم. وهذا هو التقاء أرواح من هم في عالم الدنيا بمن هم في عالم البرزخ. هذا دليل على صحة معتقد أهل السنة والجماعة السادة الصوفية والأشاعرة والماتريدية. من ضمن كذلك الأدلة أنه في ليلة الإسراء والمعراج كما في صحيح مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم: التقيت بأخي موسى عليه السلام وهو قائم يصلي في قبره ليلة أسري بي، فوجده قائم يصلي. إذن الأنبياء والأولياء والصالحين يصلون في قبورهم، يقرؤون القرآن في قبورهم، فهم أحياء. حياة البرزخ أعظم من حياتك الدنيوية. حياتك الدنيوية هذه لا قيمة لها، هي موت في الحقيقة، إلا في حالة واحدة، حينما نكون من أهل مرتبة الإيمان. هذا هو الحي الحقيقي، وليس الحي الحقيقي الذي ما زال روحه في جسده. هذا الله لا ينظر إلى صورنا ولا إلى أجسامنا، إنما نظر الحق إلى قلوبنا. فمن وجده حيا بقلبه وروحه معه سبحانه هذا كان حي. هنا الله تبارك وتعالى يمكنك من رؤية والالتقاء بمن هم في عالم البرزخ وبأرواح جميع، سواء البشر أو غير البشر من الملائكة ومن صالح الجن. فسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قلنا كما في صحيح مسلم التقى بسيدنا موسى ووجده قائما يصلي في قبره. طيب كيف وجده قائما يصلي في قبره؟ هل النبي نبش القبر؟ ما نبش القبر، إنما كشف له عن تلك الروضة المباركة، روضة سيدنا موسى عليه السلام في برزخه وهو قائم يصلي. جميع المسلمين، جميع الموحدين، قبورهم روضة من رياض الجنة، كلهم بما فيهم العصاة، يعذبون على قدر ذنوبهم، على قدر معاصيهم، على قدر بدعهم، على قدر مروقهم من الدين، ثم بعد ذلك يدخلون الجنة إن كانوا من أهل لا إله إلا الله محمد رسول الله. ففي الحقيقة القبور هي روضة من رياض الجنة، والكشف أن ترى بعيني قلبك الذي داخل هذا القبر أو داخل هذه الروضة. فسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كشف الله له عن رؤية سيدنا موسى فرآه قائما يصلي فسلم عليه ثم ذهب. الأحاديث صريحة وواضحة في الالتقاء بأرواح أهل البرزخ، بل حتى يمكنك الصلاة معهم، مدارسة العلم معهم. نأتي إلى النفع، هل ينفعون من هم في عالم البرزخ؟ هل قد تنتفع منهم؟ بلا شك. حديث سيدنا بلال أول الأحاديث الذي جاء إليه النبي صلى الله عليه وسلم وأنقذه، فالنبي نفعه ونفع الصحابة هنا بأن أرشدهم إلى ماذا يفعلون. النبي صلى الله عليه وسلم كذلك، سيدنا موسى من أهل عالم البرزخ، وسيدنا النبي من أهل عالم الدنيا. في ليلة الإسراء سيدنا موسى نفع سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ونفع أمته حينما قال له عد إلى ربك واسأله التخفيف في الصلوات التي كانت 50 فأعادها الله إلى 5. من الذي نفعنا؟ من الذي نفع أمة النبي صلى الله عليه وسلم؟ هو سيدنا موسى عليه السلام. إذن يا أحباب، الالتقاء بأرواح الأنبياء والأولياء والصالحين، الحديث معهم، طلب المساعدة منهم، نفعهم لك، كل هذا وارد في سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وفي أخبار الصالحين منها الكثير والكثير. فقد ثبت عن سيدنا ثابت البناني رضي الله تعالى عنه، وهو إمام من أئمة التابعين، وكان إماما صالحا كانت حياته قراءة للقرآن. فتح عن قبره فوجد فرؤي وهو قائم يقرأ القرآن في قبره، فقال لهم استروا، فأعادوا القبر
وهذه رواية مشهورة في كتب علماء أهل السنة والجماعة. فرؤية الأرواح والحديث عن رؤية الأرواح والتقاء الأرواح إنما هو من روح الإسلام ومن روح الإيمان. لا يعرف حقيقة هذه الأمور إلا المؤمنين الصادقين المحسنين وليس المسلمين. فما بالك بخوارج مارقين من دين الإسلام لا يعرفون من الإسلام إلا اسمه ولا يعرفون من الدين إلا رسمه. خوارج السلفية الوهابية يا أحباب قوم والعياذ بالله شياطين الإنس، دينهم دين ظاهري. بمجرد أن ينزل هذا الوهابي إلى قبره تأكله الدود. فأين حفظه لكتاب الله؟ وأين تدينه؟ وأين إسلامه؟ وأين إيمانه الذي كان يتبجح به؟ هو يعتقد أن من هم في عالم البرزخ تأكلهم الدود. وهذه عقيدة كما قلنا عقيدة اليهود والنصارى، عقيدة الملحدين، عقيدة العلمانيين الذين لا يؤمنون بالمغيبات ولا يؤمنون بالغيبيات. فعقيدته هذه جعلته هو من يؤكل ومن عظامه تصير رميم. لا يحفظ الله أجسادهم حتى وإن كانوا من حفظة كتاب الله. فقد كان الخوارج السابقين حفاظا لكتاب الله، ومع ذلك فالخوارج كلاب أهل النار. وخوارج هذا العصر خوارج السلفية الوهابية من أشد الخوارج وأبغض الخوارج وأفسق الخوارج والعياذ بالله. وهذه أيام مباركة، أيام العشر، أيام مباركة، أيام فضيلة، هي خير أيام الدنيا على الإطلاق. في هذه الأيام ماذا يفعل المؤمن؟ مش المسلم، المؤمن يرتقي بإيمانه، يحاول أن يرتقي بإيمانه وأن يرتقي من مرتبة الإيمان من درجة إلى درجة حتى يدخل مرتبة الإحسان، فيرتقي بالطاعات، بالذكر، بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم التي هي من أفضل الذكر، قراءة القرآن، أن يكون له ورد يومي من قراءة القرآن ومن الصلاة على النبي العدنان ومن لا إله إلا الله ومن الاستغفار. ولا يترك قيام الليل. قيام الليل قيام الليل قيام الليل للمؤمنين الصادقين. ولا يجد أثر قيام الليل إلا من كان من أهل الأرواح، إلا من كان من أهل الدين الحقيقي، من أهل الإسلام الحقيقي، من أهل الإيمان. نستطيع أن نفرق بين أهل الحق وأهل الباطل من المسلمين. هناك من المسلمين من هم أهل الباطل كخوارج السلفية الوهابية كالرافضة وغيره. نستطيع أن نفرق بأن نقول هؤلاء من أهل الإسلام لكن من أسفل درجات الإسلام، لأن هناك درجات لمرتبة الإسلام ودرجات لمرتبة الإيمان ودرجات لمرتبة الإحسان. فهؤلاء في أسفل سافلين في درجات مرتبة الإسلام، أهل البدع والضلال والانحراف. لكن هنا نحن نتحدث عن المؤمنين من هم في أعلى درجات مرتبة الإسلام أو ممن قد وصلوا ودخلوا مرتبة الإيمان. هنا نقول لهم أن هذه الأيام المباركة والطاعة والذكر وقراءة القرآن في هذه الأيام المباركة تثمر روحا، تثمر نورا في قلبك وسرا مع الله تبارك وتعالى، ترتقي بإيمانك من درجة إلى درجة حتى تدخل مرتبة الإحسان التي هي أعلى مراتب الدين. الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك، وهي مرتبة الشهود. مرتبة الإحسان هي مرتبة الشهود، أن تشاهد ما لا يشاهده غيرك، أن ترى ما لا يراه غيرك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا وعليكم بالإيمان والفقه في الدين ومتابعة سيد المرسلين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.